المؤخره شريف اكرام مركز، وسعد حسني نقل نفسه من الجبهه اليمين عشان يلعب برجله ويلفها تعمل الواو، يعملها سعد حسني خطيره جوه ال 18 في منتهى الخطوره. جول جول جول. شريف رضا مش ممكن تقمص دور الفرود ويسجل شريف رضا في الدقيقه السابعه في مرمى النادي الاهلي. اتعملت العرضيه وحاله فوضى دفاعيه ما قدروش يشيلوا الكوره. شريف رضا اللي طالع يلعب بدماغه لقاها قدامه قال لك ما ترجعش. الجون الاول للجونه عن طريق شريف رضا المدافع اللي بيسجل في وقت صعب جدا مع بدايه انطلاق الشوط الثاني اول 7-8 دقائق في الوقت اللي لعيبه الاهلي عايزه تغير من وضعيتها الهجوميه. يفاجئنا الجونه بجون بعرضيه سعد حسني والفاولات اللي حلت المشكله. اهي من الاول حل ابوبه كويس قوي وثلاثه من الاهلي، انما قطره عدديه بدون اي فايده في ظل وجود اللعيبه المدافعين، ومفيش غير شريف رضا اللي اتعامل في منتهى الذكاء ويجيب الجون الاول. 1 لنادي الجونه. ادي اللعبه والاعاده للمره الثالثه والرابعه. استلمها ما هربتش الكوره منه، ويا دوبك لعيبه الاهلي كانهم بيحلقوا على الراجل بيحافظوا له على الكوره عشان يسجل هدف التقدم للجونه. دي اللي عملها سعد حسني قدامنا اللي واقع اهو، وبتتعادل الكوره اللي عملها اللي جه منها الجون، واستلمها حلو قوي تحت ضغط من سعد سمير ورامي ربيعه. شريف رضا قليل لما تلاقي مدافع يتصرف بالشكل الجيد ده زي احسن فرود، لان هو طالع مركز يلعب بدماغه. جات له الكوره في مستوى متوسط كده اتعامل معاها كويس شريف رضا ويضع الهدف الاول لنادي الجونه.